انت بتحاول تلاقي شغل في مجال الفنادق لو انت في دبي وعايز تشتغل خصوصا في فنادق كبيره، لكن مش لاقي شغل عشان ما عندكش خبره عمليه. انت هنا عشان تسمع افضل نصيحه ممكن تسمعها. حتى بص كده الاي اي بيقول لك ايه. الحمد لله انا شغال في واحد من اكبر الفنادق اللي موجوده في دبي، وهختصر عليك 10 سنين خبره. اللي خلاني اتكلم في حاجه زي كده لان لقيت معانا زمايل كتير بيجوا من المانيا ولاتفيا وروسيا متدربين معانا، جايين يشتغلوا وهم لسه حتى في الدراسه، وده يدل على ان اي حد ممكن يقدم على حاجه زي كده حتى لو لسه بتدرس او حتى بتدور على شغل. هقول لك دلوقتي ازاي تبدا بدري وتاخد خبره عمليه، وليه دي اهم حاجه ممكن تعملها في حياتك المهنيه. بص، انت كل ما بدات بدري كل ما هتبقى جاهز لسوق العمل، وحياتك المهنيه هتبقى اسهل لما تتخرج. الفكره كلها انك تقدم على حاجه اسمها الانترنشيب، او متدرب عند الشركات الكبيره او الفنادق. التدريب ده مش بس هيديك خبره عمليه، لا ده هيديك فرصه تشوف بيئه العمل الحقيقيه اللي عمرك ما هتشوفها في الكتب ولا في الجامعه. انت بتتعلم مهارات عمليه زي التعامل مع الكاستمرز، تنظيم الوقت، العمل مع فريق اجانب، عقليات وثقافات مختلفه جدا. ازاي تقدر طيب تقدم على الانترنشيب؟ سؤال مهم جدا، بس انا هبعت لك ملف فيه كل التفاصيل اول ما هتكتب انترنشيب في الكومنت. طيب كتير مش هيبقوا مصدقين الكلام ده او مش هيقتنعوا، هديك افكار عمليه تثبت لك ان دي اهم حاجه تقدر تعملها حتى لو انت لسه بتدرس او بتدور على شغل. انت عندك مهاره في ماده معينه زي الرياضيات او اللغه، ممكن تعرض على زمايلك الطريقه اللي بتذاكر بيها او حتى تديهم دروس. انت كده بتكتسب مهارات زي الاقناع، الثقه بالنفس، والقياده. ممكن تشتغل فريلانس في حاجات كتير بتحبها زي التصميم، الكتابه، التسويق. الانترنت مليان فرص وتقدر تعملها من التليفون. كده انت تتعلم التايم مانجمنت، تكنيكال اند كرياتيفيتي سكيلز، ودي مهارات هتبقى عندك في حته تانية خالص. شغل بارت تايم في اماكن زي الكافيهات او المحلات يديك التزام ومسؤوليه حتى لو لسه بتدرس، وهنا تتعلم مهارات زي التيم وورك، وانك فعلا تقدر تشتغل تحت ضغط، تتحمل مسؤوليه اكتر. كل الحاجات البسيطه او الشغل البسيط ده هيفتح امامك ابواب كتير جدا، وهتساعدك تكتسب مهارات عمليه حقيقيه زي التايم مانجمنت، بروبلم سولفنج اند كوميونيكيشن سكيلز. انت لما تبعت السيره الذاتيه للشركه ويلاقوا انك اشتغلت انترنشيب في اماكن كتير هيختاروك، ولا يختاروا واحد ما اشتغلش اصلا والسي في بتاعه فاضي. انت في حاجات عمرك ما هتتعلمها من الدراسه او الكتب للاسف غير لما تشتغل وتعرض نفسك لمواقف حقيقيه. ده بيعطيك ثقه في نفسك اكتر، وتكتشف نقاط قوتك ونقاط الضعف عندك. لو حسيت ان الفيديو ده افادك ما تنساش تتابعني وقول لي في كومنت ايه اكتر مهاره مطلوبه في السوق من وجهه نظرك. لو هتسالني انا هقول لك مهاره الاي كيو، دي اهم مهاره ممكن تكتسبها. خش اقرا عنها وهتفهم ليه كل الوظائف العاليه طالباها وبيدوا مرتبات عاليه جدا. سلام عليكم.